واحد السيد كان كيتمشى في الزنقه مظلمه، فجاه حس بالضربه بارده في رقبته، طاح وما بقاش ناض. ولكن الغريب في القضيه هادشي ماشي اول مره كيوقع في هذه المنطقه، ولا غادي تكون اخر مره. غادي نرجعوا لعام 1998 ونكتشفوا واحد القضيه اللي خلات مدينه الدار البيضاء عايشه في الرعب. طارق راجل بسيط عنده 39 سنه، مزوج وعنده وليدات. كل صباح كيمشي يجمع الحوايج اللي يقدر يعاود فيهم البيع من واحد المزبله حاشاكم. ولكن في هذا الصباح ما غاديش يرجع للدار، كان غارق كيقلب في واحد الكرتونه كبيره وفرمشت عين ضربه قاس حاجته من اللور في رقبته، ما حس بوالو، طاح بلا ما ينطق حتى شي حرف. اقل من ساعه شي واحد لمح الجثه وتجمعوا الناس، وصل الخبر للبوليس وحضروا بلا تردد صور تحقيقات. ولكن المفاجاه ان اللي قتل السيد ما خدا حتى شي ريال، يعني السيد ما كانش ناوي يسرقه، وكان واضح ان هاد الجريمه كانت ديال الغدر، وما خلى ليه حتى شي فرصه انه يدافع على راسه ولا يشوف حتى شكون يضربه. شهر 7 1998 الناس بقى فيهم الحال بزاف، كلشي كيتفق على حاجه وحده يقولوها للبوليس، هو ان طارق ولد الناس وراجل معقول ما عنده مشاكل مع حتى شي واحد. ولكن من بعد ايام قليله وقعت حاجه غريبه، راجل واحد اخر كبير في العمر واقف كيصلي في الجامع الفجر كيخرج نفس الطريقه ونفس المصير. البوليس هنا بداو كيعرفوا ان هذا الشيء اخطر مما كانوا كيتوقعوا، يعني ماشي قتيله عاديه. الضحيه الجديده كان الحاج عبد الله، راجل كبير في العمر معروف بالصلاح والتقوى، وعنده 84 عام. كان ساكن غير قريب من البلاصه اللي وقعت فيها الجريمه الاولى. ديك الليله كان معطل شويه باش يصلي الفجر، خرج من دارو بالزربه باش يلحق الصلاه، مشى صلى صلاته، ومني تم خارج في حالاته وصل لواحد الزنقه مظلمه شويه، شاف واحد السيد قاصدو، حساب ليه شي واحد غادي يسلم عليه، غير فاتو تجاوز الضربه اللي طيحاتو في البلاصه وسلم روحو لمولاه. وهذه المره الثانيه اللي وقعت الجريمه بلا شهود وبلا حتى اي دليل. الرعب كبر والضحايا تزادوا. الا وصلتي هنا في القصه فراه باين عليك مهتم بهذا النوع من القصص. ما تنساش دير لايك وتكتب لنا رايك في التعليقات، وما تنساش انك تشترك في القناه باش يبقى يوصلك دائما الجديد. البوليس عرفوا دابا بلي عندهم قاتل متسلسل، قضيه فيها مجرم كيقتل الابرياء بلا حتى شي سبب. الا ما شدوش في اقرب وقت الرواح غادي تبدا تطيح وحده من ورا وحده، وما كملناش حتى شهر طاحت ضحيه واحده اخرى وقعات بنفس الطريقه. واحد السيد كان عنده كروسه ديال البيض، خرج مع الفجار كيستف بيضاته في الصندوق، وفجاه نفس السيناريو ونفس الطريقه ونفس المصير. ولادو خرجوا يجريو، البوليس تحت ضغط كبير، الجاني كينفذ بلا خوف وبنفس البشاعه. الناس في هذه المنطقه ولاو خايفين يخرجوا حتى للصالات ديالو. البوليس هنا قرروا يسولوا اي واحد شاف شي حاجه غريبه، حتى جا ولد الضحيه الثالث وقال شفت شي واحد في الزنقه وقت اللي خرجنا عند با. هنا البوليس لقاو راس الخير وقالوا ليه شكون. جاوبهم راجل كيعرفوا الناس في المنطقه، ولكن عمرنا شفنا عليه شي حاجه خايبه. البوليس هنا قرروا يراقبوه، لكن السيد اختفى. بعد ايام من البحث البوليس لقاو واحد الخيط مهم، القاتل كان ساكن في الكرا، ولكن قبل ب3 ايام مشى للدواور نواحي المنطقه. البوليس تحركوا ديك الساعه ومشاو عند العائله ديالو وسولوا عليه، حتى خرجت واحد المراه وسولاتو واش كتقلبوا على حميد ولد فوزيه، وهي تقول لهم راه هو. هنا البوليس بداو كيشوفوا بعضياتهم، مشاو كيجريو، تلاحوا عليه شدوه وداروا ليه المينوط فرمشت العين. والصدمه هو ان المجرم ما حاول حتى ينكر وقال لهم مباشره انا اللي صفيتها لهم كاملين. واش هادشي اللي بغيتو تعرفوا؟ سولوا البولي. ولكن علاش؟ شنو السبب؟ قال لهم كلمه خلاتهم يتصدموا اكثر. ما داروا لي والو، ولكن جني كيلقى راحته غير ملي كنتفرج فيهم وهما كيغرقوا في دمهم. القاتل الحقيقي كان كيعيش وسط الناس وكيغدر الضحايا واحد من ورا واحد بلا حتى شي سبب. في الاخير تحكم عليه بالاعدام في 1999. وهنا سال الرعب في المنطقه. هاد القضيه كتعلمنا درس مهم، الشر كاين في مكان وبعض المرات كيكون قرب من ما كنظنوا. المهم خوت كنشكركم على المتابعه، وما تنساوش انكم تخليو لنا واحد اللايك وتخليو لنا رايكم في التعليقات وتشاركوا الفيديو مع الاصدقاء ديالكم. وما تنساوش انكم تشتركوا في القناه باش يوصلكم ديما الجديد. حتى الفيديو الجاي ونتلاقاو ان شاء الله.